اكتشفت أن الإنسان حين يؤذيني مرارا وحين يكرر تصرفات تحزنني وتكسرني فهو لا يجرحني فقط، بل يبدأ في بناء حواجز بداخلي، حواجز لا أختارها لكنها تتكون وحدها طبقة فوق طبقة كلما حاولت أن أستوعب أو أتغاضى أو أكمل وكأن شيئا لم يكن. أتعامل، نعم، لكن في كل مرة بحذر أكثر، بمشاعر أقل، بقلب صار أكثر برودة، حتى تأتي لحظة أجد نفسي فيها غير قادر على الحديث معه، لا أستطيع أن أشاركه شيئا ولا حتى أن أشتكي له مما يوجعني. أراه أمامي لكني لا أشعر به، أفكر كثيرا قبل أن أراسله، أتردد قبل أن أرد، وأحيانا لا أرغب بالكلام أصلا. ما يؤلمني حقا أني لم أكن هكذا، كنت أفتح قلبي له بلا حدود، أشاركه تفاصيل يومي الصغيرة وأشعر أن وجوده أمان لا يخون. لكن حين يأتي الوجع من ذات القلب أكثر من مرة تبهت المشاعر ويقل الكلام وتتضخم المسافات والحواجز، وأنا أبقى صامتا، لكن بداخلي حرب لا تهدأ.